علقت الفنانة ميرهان حسين بطريقة غير مباشرة على الأنباء اللي انتشرت مؤخرا، وزعمت ارتباط خطيبها السابق بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد انفصال المطربة مؤخرا عن المطرب حسام حبيب. وكتبت ميرهان حسين عبر ستوري حسابها بموقع انستجرام بآية قرآنية كاتبة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن تامر سليم وهو طبيب أمراض نساء على علاقة عاطفية بالفنانة شيرين عبد الوهاب. وتامر سليم كان خاطب الفنانة ميرهان حسين لما يقرب من 8 أشهر، ومن ثم انفصل قبل فترة من استعدادهما للزواج، حيث كشف البعض أن ميرهان وسليم قرروا فسخ الخطوبة قبل موعد الزواج بأسابيع قليلة، لكنها لم تفصح عن السبب. وربط الجمهور بين منشور ميرهان والأخبار اللي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن ارتباط الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطبيب أمراض النساء تامر سليم خطيب ميرهان السابق، وهي الأخبار اللي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن قد بعثت الإعلامية نضال الأحمدية رسالة تحذير للمطربة شيرين، حيث حذرتها من الارتباط والدخول في قصة حب جديدة أو العودة إلى السفاح، ولم تحدد المقصود من السفاح. ونشرت نضال الأحمدية رسالة تحذيرية عبر حسابها في موقع فيسبوك للمطربة شيرين عبد الوهاب، وقالت خلالها: شيرين أكتر شخصية تعذبت واحترقت روحها وبكت وارتجفت كالعصفور المذبوح، وخافت واختبأت، وتوسلت الرحمة من أقرب المقربين إليها في عام 2023. وكانت قد أحيت أيضا الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر الماضي في دبي احتفالا بليلة رأس السنة، أثارت من خلاله حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وخلال الحفل مسحت شيرين عبد الوهاب جمهورها ليقول لها أحد الحضور: الحمد لله على السلامة، لترد عليها: الله يسلمك يا حبيبي، حاسة إني جاية من العراق، لتثير هذه الجملة تفاعلا من قبل رواد السوشيال ميديا. وبكده تكون انتهت فقرتنا. لو عجبتك القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.